ماشي يا جماعة، هتكلم معاكم شوية عن أفضل وأجمد وأحسن وكل ما هو رائع بقى في الدنيا يتقال على سلسلة أكشن في التاريخ، هو جون ويك. في بداية السلسلة كده بتاخد واحدة في وشك، اللي هو الراجل ده تحسه مكسور حزين على فراق مراته، بسيط جدا، بيتنمروا عليه عيال سيس في محطة بنزين، وهوب دبل كيك مرة واحدة بيقتحموا بيته وهياخد ضرب يمين شمال وتكسير، وايه مسكتوش على كده، قتلوا الكلب بتاعه الهدية الأخيرة من مراته وسرقوا العربية بتاعته، وهو لا حول ولا قوة له. بس الغلطة الوحيدة اللي ما عملوش حسابها انهم ببساطة ما قتلوهوش، سابوه يعيش. ومن هنا بنشوف تحول غريب جدا في شخصية جون، وكل واحد بيجيب سيرته حرفيا تحس ان قلبه وقع في رجليه من كمية الرعب، واحنا مش فاهمين اي حاجة خالص، ولكن قدام هتعرف ان كان معاهم حق في الشعور ده. Fucking nobody. That fucking nobody is John Wick. بيبدأ جون ويجهز ويستعد للي جاي، وبنشوف عشا معزوم 12 جثة يا جدعان، حرفيا ولا كأنه بيدبح في فراخ. مشاهد القتال من أجمل ما تراه عيناك، ولسه الموضوع مخلص، دي البداية بس. بنتوسع في عالم جون ويك ونتعرف على الفندق والنظام اللي ماشي بيه، ونعرف إن ليه قوانين واللي بيخالفها يعني يتحكم عليه بالإعدام. يا أخي حتى العالم الإجرامي ده عرف ينظم دنيته، وأنا لسه. ما علينا، بيحجز جون أوضة في الكونتيننتال وبيتقابل مع الكاريزما وينستون وشوية أصدقاء قدامى، وينطلق جون في رحلة البحث عن يوسف ابن زعيم العصابة اللي قتل الكلب وسرق العربية، وحرفيا بيمسح وش أي حد بيجي على سكته. وهتاخد شوت كده من أحلى المشاهد القتالية التي تراها عيناك، من حيث الفايت نفسه والمزيكا والألوان وبناء المشاهد والتمثيل. إيه الحلاوة دي يا جدعان، حاجة كده سوبر لوكس. بيدور جون الضرب في ده وده وده لغاية لما بيلاقيه أخيرا يوسف، وحرفيا ما بيخليهوش حتى ينطق كلمتين على بعض، وخد دي في دماغك يا باشا. كل اللي انا بحكي فيه ده هو الجزء الاول بس من جون ويك، هم كلهم 4 اجزاء، والاربعه الصراحه احلى من بعض. المميز في فيلم جون ويك ان بيوريك شخص بينتقم من الناس اللي سرقت منه الامل بعد فقدان زوجته، مش قاتل متسلسل بيضرب هنا وهناك على مال على بطال. لو لسه ما شفتش الافلام دي، مع اني اشك، مستني ايه يا جدع؟ شكرا على المشاهده، وسلام.